اليوم حبيت نحكي على إنسان بالرسمي نعتبره إنسان دمر النادي الأفريقي، إنسان يعتبر أكثر إنسان فاضح على النادي الأفريقي في الدنيا الكل، الإنسان اللي قاعد يدمر في الأفريقي من داخلها، مانيش فاهم الأخبار اللي يجي فيها منين، كل خبر يجيبه سيء، الأخبار الكل فاسدة، الأخبار الكل كذب في كذب، عمره ما جاب خبر صحيح. المرة اللي فاتت بركة هبط خبر قال المدافع مش عارف أنا شو اسمه، فشل في البدني ولا بالاختبارات نتاع النادي الأفريقي، أم تغدوتين تلقى النادي الأفريقي مهبط اللي هو صح معاه. إنسان كذاب، إنسان مانيش عارف باش نحكي لكم بالرسمي، راهو قلبي معبي عليه وقسمته بالله صح عليه وبر. ايش نحكيو على فضايح اللي يعمل في امها اللي والله ورس الرب لاني مسيب. اللي تغيثك راهي النادي الافريقي، يغلب جمهور النادي الافريقي يعرفوا اللي هو انسان ماهوش عبد، اللي هو انسان ما يستاهلش اصلا باش يكون في البوست اللي هو فيها، يتبعوا فيه فوق 150 الف بالطبيعه ماهوش حسد مية برو. راهو بالرسمي الموضوع راهو خرج من نطاق السيطره متاعنا. عليه هكا انسان كيكا ما يستاهلش انه يكون يجي يهبط في تصور النادي الافريقي، يهبط في حكايه عن النادي الافريقي، يكذب على العباد، يجي يجيب في اخبار ما لهاش حتى صحه من الصحه. برو علاش هكا؟ علاش الجمهور اصلا يتبع فيه؟ علاش كل بوست ولا لايف يهبط ويجيب 1000 و2000 لايك؟ برو عليه من الاساس الناس تتبع في انسان قاعد يضر في النادي نتاعها، علاش تنشر فيها باش يجيك من بعد انسان اخر يهبط عليك ويشوف البوست ويشوف اللاعب اللي انت باش تجيبه ويمشي يدخل في المفاوضات معاه؟ الاخبار هي قدامكم، ما تفرجوا على البوستوات اللي هبط فيها سيدي، تفضلوا. هذا على الظهير الايمن حسام بن رمضان، يجي هبطه يقول لك داخل في فحوصات والاصابه لا تكتسي خطوره وخرج ايش مدخلك به؟ هو مضروب اموره ربي معاه، نحن النادي الافريقي نتبعوه نحبوه نعاونوه، اما انت ايش مدخلك جيت تهبط على الناس؟ تعدوا لي البوست اللي بعده. تفضل يجي يحكي لك على المنصري، قال لك المنصري ما حبش يتبيع خاطر المدرب الكنزاري قال لك ما نبيعوش. ايش مدخلك به؟ الافريقي ما هو في مفاوضات معاه، ينجم يطلبوا فيه فلوس اكثر ويبيعوه. ايش مدخلك؟ ايش يهمك فيه النادي الافريقي يبيعه ولا ما يبيعوش؟ مدخلك في امه؟ سيب الناس تخدم على روحها، بك ميت يا برو. لو قد ما تلقيه راهي قديش كومنتاريت تسب فيه، قديش كومنتاريت تقول له سيب عليك ما تدبرش في الفريق، سيب خل تخدم الناس على روحها. علاش تجي وتفضح في الحكايات؟ علاش تمشي عندك معارفك ولا عندك عباد تجيب لك في الاخبار؟ تفضلوا هذا مهم بالشيء ما قال لك زاد تضرب. بالرسمي راه الحكاية اللي يعمل فيها راهي خايبة على الاخر، يضر في النادي الافريقي اكثر من اللي تنفع فيه. ليه ما تجدش عليكم اللي هو يهبط في حاجات ممكن تنفعنا ولا والجمهور تيشوف هي اخبار كل غلطه؟ بالعكس تخليني انا واحد من متابعين النادي الافريقي نشوف بوست غلطه نمشي نسب في الباج الاساسي نقول لهم علاش ما شريتوش الجوار هذاك وبيه وكذا، هو اصلا اخباره غلطه الكل. ولا يجيك من بعد يهبط لك على فراس الشواط سيب الافريقي 120 الف دينار ولا 140 الف دينار سامح فيه، هي بيه سامح فيه ربي معاه. هل انت محبطها الجلسه صحيحه؟ مش صحيحه، في الاغلب باش تلقاها غلط. لو بالرسمي راهو انسان مريض يا برو، راهو انسان نكره، راهو مريض الانسان، راهو مريض على الاخر. اتو نتعداو اللي بعده راهو ديريكتومون، راه مانيش باش نسيبو الحكايه. نفوتو في البوست نتاع فراس الشواط، تنقوم هبط بوست على المدافع، مانيش عارف انا صراحه، ما نكتبش عليك ما نعرفوش المدافع هذا، مهبط عليه يحكي عليه قال لك المدافع هذا كنا باش نصحوا معاه والفريق كان قريبه من المفاوضات فشلت وما نعرفش انا شنو. ايش مدخلك؟ الفريقي كان باش يعمل البوست نتاعو يجيبو يدافع معاهم يعاوننا في الدفاع كذا، لا البوست ما خدمتش سبحان الله يمشي على لا انت تجيبها وتهبط البوست وتشوفها 2001 ومن بعدها يشوفها رئيس جمعيه اخرى يمشي يجيبو يضرك انت في البطوله ولا يضرك انا، يسيب امها يا برو تشبيك مع عبدنا يا برو، سيب ام الجمعيه وبرا ولا في حياتك يا برو، حياتك قايمه على النادي الافريقي باش تجي تهبط عليها بوستويات. قديش ينتقدوهم بعد يجي يكتب لك هذوما عباد ما يفهموش ما يحبوني. ما نحكيوش عاد على اللايفات نتاعو اللي هو ضربتين كل نهار يهبط لك لايف فيه يجيب فيه 20000 فيو 30000 فيو، ما نعرفش يدخل فلوس ولا ربي يزيدو ما دخلنيش، يجي يحكي لك على اخبار النادي الافريقي والنادي الافريقي شراه والنادي الافريقي واجا شوف في جمهور النادي الافريقي. اش مدخلك يبروش مدخل والديك؟ اش مدخلك؟ النادي الافريقي يشري ما يشريش، خلي الناس تخدم على روحها. يعني مسوق انت شبيك يا برو؟ باعثينك النادي الافريقي باش تشري لهم الجواريات؟ لا انت خدمتك انك تجي تتفرج، اذا هبطت بوست عن النادي الافريقي ولا تمنيك على جمهور الترجي مع ربي معك، مي بخلافك هيك مع حدودك ثم حدك يوها ثم. برسم الفيديو راني نورمالمون هبط عليه ساعتين ما فك على امي والله فددني البشر، مش فاهم العباد علاش تتبع فيا اصلا. سلام انا بالرسمي كرست على الاخر.